مين الصحابي اللي هيدخل الجنة بإذن الله وهو أعرج؟ إزاي؟ احنا كل المعلومات اللي نعرفها إن شاء الله اللي هيدخل الجنة، ويا رب إن شاء الله نكون منهم، هيدخلوا هم أصحاء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قصة الصحابي عمرو بن الجموح. خلينا الأول نتكلم إزاي دخل الإسلام. عمرو بن الجموح دخل الإسلام بعد ما تجاوز 60 سنة. كان سادة أهل يثرب عندهم عادة كده إن هم بيحتفظوا بصنم جوه بيتهم، يطيبوه ويعبدوه ويهتموا بيه ويتوددوا إليه. فكان عمرو بن الجموح مرتبط جدا بصنم اسمه مناه، وكان ليه 3 أولاد. ال3 أولاد دول كانوا دخلوا الإسلام هم وأمهم، بس كتموا دخولهم في الإسلام وما قالوش لأبوهم. ففي مرة كانوا عايزين يبتدوا يقنعوا عمرو بن الجموح علشان يدخل الإسلام، فقالوا خلاص احنا هنعمل خطة. ولاده ال3 كانوا بيروحوا ياخدوا الصنم مناه يرموه في حفرة كده كانت مليئة بالمهملات والفضلات. فكان يصحى أبوهم علشان يدور على مناه، مش لاقيه، لحد لما يلاقيه في الحفرة اللي كلها مهملات ومخلفات. قعدوا يكرروا الموضوع ده يوم في التاني في التالت. كل مرة عمرو بن الجموح ياخد الصنم ينظفه ويطيبه ويقعد يتودد إليه. مرة عمرو بن الجموح اتضايق جدا من اللي بيحصل في مناه، فراح له وقال له: إني والله ما أعلم من يفعل بك ذلك، ولكن خذ هذا السيف وإذا جاءك أحد دافع عن نفسك. فأخذ الصنم وربط حوالين رقبته سيف وسابه ودخل ينام. جم ولاده ال3 أخدوا الصنم وربطوه بكلب ميت ورموه في بئر من آبار بني سلمة. صحي عمرو بن الجموح وقعد يدور على الصنم لحد لما لقاه مربوط مع كلب ميت، فتيقن ساعتها ان الصنم ده مش قادر يدافع عن نفسه، لا ينفع ولا يضر. وساعتها عمرو بن الجموح أعلن إسلامه. هاخدكوا دلوقتي لقصة استشهاد عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان أعرج وكان نفسه جدا يشارك في غزوة أحد، فراح لولاده قال لهم، فرفضوا وقالوا له: إن الله قد وضع عنك الجهاد ونحن نكفيك. ولاده ال3 هيشاركوا في الغزوة، مش لازم انت بقى تشارك. فراح عمرو بن الجموح للرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي له ولاده، فسأله: يا رسول الله، من قتل اليوم يدخل الجنة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. فرد عمرو بن الجموح وقال: والذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. يا رسول الله، لعلي أدخل بعرجتي هذه الجنة. فسمح الرسول عليه الصلاة والسلام لي بالمشاركة وقال لولاده إن هم يسيبوه يشارك. أول ما طلع عمرو بن الجموح على الجبل وهو عمال يجري بعرجته، بص وراه على المدينة، قال: ربي لا ترجعني إليها، اللهم لا تردني إلى أهلي خائبة وارزقني الشهادة. استشهد عمرو بن الجموح وابنه خلاد في نفس الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيبص مين اللي استشهد في المعركة، لقى عمرو بن الجموح وقال: إني أرى من موقعي هذا عمرو بن الجموح يطأ الجنة بعرجته. جت زوجته هند حملته على بعير وكانت عايزة ترجع بيه المدينة، فأبت البعير وبركت. راحت للرسول عليه الصلاة والسلام وحكت له الموقف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: إن الجمل مأمور. افتكرت إن عمرو بن الجموح لما بص على المدينة وقال: ربي لا ترجعني إليها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر إنه يدفن في مكانه زي ما دعا عمرو بن الجموح بالظبط.